السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. اتكلمنا يا أصدقائي قبل كده عن أنماط الشخصية وعرفنا إيه هي وليه بنتعرف على أنماط الشخصية. النهاردة هنعرف أنماط الشخصية المختلفة. اللي ما يعرفنيش لسه، أنا دكتور مرام مصطفى، استشاري أسري زواجي، مدرب دولي معتمد، والقناة دي قناتي، وللاستشارات الخاصة هسيب لكم لينك الانستجرام في وصف الفيديو. أول نمط يا أصدقائي من أنماط الشخصية هو النمط المتفرد أو المنفرد. النمط ده تحسوه متكبر وعنده الأنا عالية. هو أكتر حاجة ممكن في نرجسيين كتير، يعني في نرجسية كتير سواء راجل أو ست. دايما ميال للشغل اللي فيه عسكرية أو جيش أو ضابط شرطة، حاجات يا يمين يا شمال جوه قالب. ومن صفاته كمان إن هو متهور، من صفاته إن هو قائد ليدر، ممكن يقود فعلا، وممكن يدخل رهان علشان يحقق إنجاز. يعني ممكن يدخل رهان علشان يحقق إنجاز. وطبعا ضابط الجيش او الشرطة من الناس اللي بتحب تاخد اوامرها من الناس الكبيرة، الناس التانية، دايما نظرتها للنتائج، يعني للاخر النتائج هم بيحققوا ايه، لكن ان هم يبصوا للتفاصيل او يعرفوها لا. العكس من نمط الشخصية المتفردة او المنفرد هي الشخصية الودية، تماما عكسها. يعني هي شخصية مجاملة وجميلة ودودة وضعيفة وكيوتة في نفسها، وإيه يعني شمعة تحترق من أجل الآخرين. دي ستنا أمينة بقى، دي ستنا أمينة. وطبعا هي بتتفق تماما مع الشخصية المنفردة أو المتفردة. دايما شايفاه قائد، دايما شايفاه واثق من نفسه، واقف جنبها بيساعدها ومتكاملين مع بعض. ده هيفرض سيطرته وهيفرض هيمنته. والشخصية الودية دايما هي المستكينة، ستنا أمينة، اللي هي ما تقدرش تقول لا أو تفتح بقها. والشخصية الودية أو النمط الودي دوت بتشتغل أغلب شغلانات اللي هي فيها دور أيتام، جمعيات أهلية، تطريز، حاجات اللي هي فيها حاجات بسيطة ورقيقة، في حضانات، تربية أيتام كده يعني. النمط التحليلي ده يا أصدقائي أو الشخصية التحليلية بتلاقيها دايما مترددة، دايما مترددة، ودايما بتجمع معلومات وتفكيرها كتير. الشخصية التحليلية خبيرة ومتمكنة. وطبعا الشخصية التحليلية هي ثابتة لوصولها للنهاية، عندها ثبات كبير جدا ان هي تاخد مستقيم، خط مستقيم، ان هي توصل للي هي عايزاه، ثابتة جدا. الشخصية التحليلية بتحب التفاصيل جدا، وعندها حب ولذة في جمع البيانات والمعلومات في التفاصيل، تفاصيل التفاصيل، بتجد لذتها في ذلك، وثابتة لحتى النهاية. ممكن تشتغل تشتغل طبيب نفسي او ارشاد زواجي، ممكن تشتغل كده. النمط التعبيري او الشخصية التعبيرية هي شخصية فوضوية كبيرة جدا، بتحب الكلام كتير، مفيش افعال. تمام. تلاقيها شخصية مبهجة، بتحب الحياة، مش عايشة على الارض، تحس ان هي في عالم اخر، عالم خيال. الشخصية التعبيرية هي شخصية ما ينفعوش يشتغلوا في وظائف ثابتة، هما يشتغلوا فنانين، رسامين، يشتغلوا حاجات مش ثابتة، ما ينفعوش يشتغلوا حاجات ثابتة. هما ما بيشتغلوش وظائف ثابتة، هما دايما مش ليهم الوظائف الثابتة. هما يشتغلوا فنانين، يشتغلوا في التمثيل، يشتغلوا حاجات مش ثابتة يعني. تمام. وهم عندهم جانب الإبداع، يعني عندهم جانب الإبداع والخيال، خيالهم واسع. وصعب جدا إنهم يتزوجوا، ما بيرتبطوش بعلاقة زواج، لا ما بيحبوش القصة دي، يعني الالتزام والمسؤولية والحاجات دي مش بتاعتهم.
أما الشخصية المتكاملة أو نمط الشخصية المتكامل بياخد نسبة 25% من كل نمط شخصية. هتلاقيه حلو جدا، كل الحاجات الحلوة 25%، كل الحاجات الحلوة يا تلاقيه كويس جدا يا تلاقيه وحش جدا. يعني يا إما لامم كل الصفات الكويسة من جميع أنماط الشخصية، يا إما العكس تماما. أما نمط الشخصية المشتركة هو ممكن يكون شخصية من الشخصيات ديت 75%، وباقي 25% من باقي أنماط الشخصية. وبكده احنا قلنا على 6 أنماط من أنماط الشخصية، وهي دي أنماط الشخصية المختلفة اللي بنحدد بيها نمط كل شخص وطريقة التعامل معاه، وإننا نفهمه، وإننا بيه نحدد اختياراته وكل حاجة. ومن الشخصيات المتوافقة ما بين الاتنين برضو هو الشخصية التعبيرية والشخصية التحليلية. الشخصية التحليلية شخصية راكزة وثابتة، وبتهتم بالتفاصيل وبإنها تسمع كتير. إنما الشخصية التعبيرية هي فوضوية وبتحب تتكلم كتير وبتحب كده يعني، لكن ما بتحبش أفعال. هنا دور الشخصية التحليلية في إنها يعني يبقى فيه لجام أو ربط شوية، اللي هي فرامل علشان خاطر تبدأ تفكر الشخصية التعبيرية بإنها وراها التزام أو مسؤولية. دول الشخصيتين اتنين متوافقين مع بعض جدا، يعني واحد كده على واحد كده. وطبعا زي ما احنا قلنا ان سبحان الله ربنا جعل المرونة والعقل عند الانسان، ممكن يعدل في سلوكه، وممكن يوصل لمرحلة ان هو يتعلم ياخد من كل شخصية الصفات الكويسة، وازاي ان هو يساعد نفسه ويساعد الاخرين. وطبعا ده علشان خاطر التواصل الكويس اللي ممكن يحصل، وعشان خاطر يقدروا يوصلوا لبعض ايا كان ايه هو نمط الشخصية للشخص الاخر. كده اكون خلصت ال6 انماط الشخصية المختلفة اللي بيها بنفهم الاشخاص اللي حوالينا وازاي نقدر نتعامل معاهم، ويبقى ما في يبقى في تواصل كويس، ويبقى في علشان هنعرف اكيد نوصل لهم هيتم تلبية كل احتياجات الخاصة بيهم، وعلشان خاطر نفهم احتياجاتهم سواء اولادنا ازواجنا اهلنا. كان معاكم دكتور مروة مصطفى، استشاري اسري زواجي مدرب دولي معتمد للاستشارات الخاصة. تلاقوا لينك الانستجرام في وصف الفيديو.